حد بعودة النادي المصري للدوري الممتاز، ودي بمثابة عودة الروح للحياة. دوري من غير النادي المصري يبقى مش دوري، واحنا شفنا في الثلاث سنين اللي فاتوا دول ما كانش في كوره في مصر، لان النادي المصري هو بورسعيد وبورسعيد هي النادي المصري. فعودة النادي المصري للدوري يعني عودة الحياة لبورسعيد مرة ثانية. والله يا كابتن انت عارف ان النادي المصري دوت الحاجه الوحيده اللي في بورسعيد اللي احنا بنتنفسها، وبعدين كل جمهور بورسعيد مساند للفرقه ووراهم ان شاء الله في اي مكان. وبعدين احنا كلنا كبورسعيديه اهم حاجه عندنا النادي المصري، وبعدين ده النادي الوحيد اللي احنا بنتنفسه، وبعدين احنا بناكل وبنشرب وبنتغدى وبنشرب كل حاجه النادي المصري. الجمهور فرحان ان المصري رجع تاني عشان يلعب في الدوري بعد ما كان واقف، اخدت بالك؟ وبعدين القضيه اتضح ان احنا مظلومين ولازم نلعب وده حقنا. الناس كلها طبعا الحمد لله عرفت ان دي كانت مؤامره على بورسعيد ومؤامره على شعب بورسعيد ومالوش دعوه النادي. بشكر طبعا مجلس الاداره ان هم يعني استجابوا لرغبه الجمهور ان هم يرجعوا للدوري تاني، وبدعم المحافظ والمسؤولين يعني في بورسعيد. بهنئ شعب بورسعيد وبهنئ سياده المحافظ على عوده النادي المصري اللي هو كان له دور كبير ودور فعال معانا. سياده المحافظ اللي هو سماح قنديل بصراحه ما تاخرش عننا في اي حاجه. هو طبعا البدايه من البدايه هو وقف في ظهرنا، وحسينا ان احنا لازم نرجع عشان الشارع وعشان اللي يحسه بقى. هو راجل بورسعيدي وحاسس ان النادي المصري والكوره بالنسبه للمواطن البورسعيدي تعتبر الميه والهواء. ان شاء الله يلعبوا بورسعيد هتشجع وكلنا هننزل نشجع باذن الله.